اكبر مشروع سياحي في اسكندريه. 4 فنادق بيقدموا خدمه استثنائيه، سواء انت عايز اقامتك تكون في بوخت الغابه او في سويت على البحر على طول او في سويت في قصر ملكي. احنا النهارده في ريكسوس المنتزه. ريكسوس المنتزه هو بروجكت كبير جدا، عباره عن 4 فنادق موجودين دلوقتي، ولسه الفتره الجايه هيتفتح عدد اكبر من الفنادق. الفكره وما فيها ان كل فندق فيهم ليه ستايل وليه فايبس مختلفه وليه فكره مختلفه خالص عن الفندق الثاني، فلازم تبقى انت عارف كويس قوي ايه هي مميزات كل فندق فيهم عشان تقدر تختار مكان الاقامه المناسب ليك. واول فندق بقى هو فندق قصر السلاملك، والسلاملك هو مش مجرد فندق، ده قصر الملك فاروق اللي اتبنى من اكتر من 150 سنه، وكله عباره عن 18 سويت ملكي كلهم على البحر، وكل الفرنيتشر والديزاينز بتاعت القصر موجوده زي ما هي ومحافظين عليها عشان تقضي تجربه ملكيه مميزه. اول ما تدخل السويت هتحس ان انت دخلت سويت في زمن تاني، عصر تاني تماما، مع الستايل المختلف الكلاسيكي قوي، حاجه كده مختلفه مش متعودين عليها في الفنادق في مصر. واكتر واحلى حاجه عجبتني طبعا هو التراس بتاع السويت الملكي الخيالي. وكمان الفندق فيه مطعم الا كارت فرنسي، هو يعتبر افضل مطعم فرنسي في اسكندريه كلها. تاني فندق بقى وهو فندق فؤاد، وده اكتر حاجه بتميزه ان هو عباره عن 80 غرفه وسويت، وكلهم بيكونوا موجودين دايركت على البحر، وكمان تقدر تختار غرفتك يا اما تكون في دور ارضي تخرج منها على الرمل على طول، او دور اول علوي على حسب رغبتك وعلى حسب اختيارك. وتالت فندق بقى وهو البانجلو، ودي حاجه اول مره تتعمل في مصر كلها، وهي عباره عن مجموعه من الاكواخ في وسط الغابه وعلى البحر على طول. هنا واحد من اجمل واحلى الاماكن المناسبه جدا للاستجمام والفصلان، وكمان كل البانجلو بتكون ادلتس اونلي للكبار فقط عشان تقدر تستجم وتستمتع زي ما انت عايز. رابع فندق بقى وهو فندق ناريمان، وهو بيتميز ان هو اكتر فندق عائلي واكتر فندق مودرن ولاكشر جدا. والفندق هنا بقى عباره عن 124 غرفه وسويت. اكتر حاجه بتميزهم بشكل عام ان كل الستايل بتاع الغرف والسويتات كلها مودرن لاكشري وفخمه جدا جدا، وتقدر تختار الفيو زي ما انت عايز، سواء بارك فيو او سي فيو. واكتر مكان اكتف هنا بقى هو نايرا بيتش. نايرا بيتش دايما بيكون عليه اكتيفيتيز وانترتينمنت سواء الصبح او بالليل، وكمان كل الجست في كل البروجكت كله يقدر يجي ويستمتع بيوم كامل عند نايرا بيتش زي ما هو عايز. وايا كان اقامتك في اي فندق فيهم، انت تقدر تستخدم كل الفاسيلتيز في كل الفنادق كلها، سواء مطاعم، بيتش، حمامات سباحه، سبا، جيم، كل حاجه بيكون ليك عليها اكسس. الفندق بيقدم انواع اقامه كتير مختلفه، سواء انت عايز اقامتك بالفطار او هاف بورد او اول انكلوسيف، وطبعا جوده وتنوع الاكل هنا اكتر من ممتازه، ده غير ان في تنوع كبير جدا في المطاعم تقدر تختار فيهم المناسب معاك، سواء اوبن بوفيه او الا كارت. وكمان كل جيست يقدر يستفيد بجوله تاريخيه لاهم الاماكن اللي موجوده جوه المنتزه مجانا برضو اثناء اقامتك. اول حاجه بقى في التور اللي موجوده هنا وهي الصوبه الملكيه. هنا الصوبه دي بقى لها اكتر من 80 سنه، وعمرها فيها كم من نباتات خياليه ونادره ومش موجوده في اي حته في العالم غير عندنا. لما تيجي تدخل المكان انت اصلا هترتاح نفسيا من المكان ومن الخضره ومن النباتات والاشجار الغريبه اللي انت اول مره تشوفها اللي موجوده هنا. وصلنا بقى لتاني مكان في الجوله التاريخيه في المنتزه، وهي في القطر الملكي. القطر الملكي ده القطر ده اتعمل مخصوص علشان الملك فاروق يقدر يتحرك بيه من القاهره لكل المحافظات، وهو يعتبر اول قطر ديزل في الشرق الاوسط كله. ريكسوس المنتزه واحد من اهم واكبر المشاريع السياحيه اللي موجوده في مصر كلها، ميكس كده بين الماضي وبين الحاضر وبين التاريخ، كل ده مع سيرفيس استثنائيه عشان يكون واحد من اهم واكبر المشاريع السياحيه في مصر. ولما تيجي اسكندريه لازم تجرب ريكسوس المنتزه.